كلشي درتيه وحرتي وما عرفتي ما ديري. غادي نشارك معكم واحد الفطور خف نزربن البنات وغزال وايضا صحي. يلا البنات غنعطيكم واحد السر اللي هو خطير، بحال هاد البسيطلات هادو اللي كيوجدوا وغير بالعجين ديال المسمن اللي كيجيو مورقين وغزالين. وايضا غنشارك معكم واحد العصير اللي هو عصير غزال بيو طبيعي، ما فيه لا سكر لا مواد حافظه. وعلى الاكيد البنات غنشارك معكم الشوربه او الحريره ديال التشيشه اللي كتجي غزاله. يلا البنات ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب عليه افضل الصلوات والسلام. يلا البنات نشارك معكم فطوري. هنايا في واحد الخلاط اللي غادي ناخذ واحد 3 المطيشات حتى ل4 نقطعهم بهذا الشكل هذا. غناخذ كرافس البنات وغادا نحاول نطحن الكل بجهد كاس ديال الماء. صافي منين يطحن ليا مزيان البنات غادا نحطو في الكوكوط ديالي اللي انا غادا نطيب فيها هاد الحريره هادي. هنا البنات من بعد ما ضفت مطيشه والكرافس طحنتهم كنضيف واحد العظم اللي كيبن ليا. غنضيف البهارات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الابزار، معلقه ديال القزبر والمعدنوس والثومه. وغادا نضيف خطيط ديال الزيت على الاكيد. غادا نروي وغادا نحطها على العافيه البنات حتى طلع معها الغلوه. منين غادا تغلي لينا هاد الكوكوط ديالنا كنجيبو التشيشه ديالي. انا عندي بيضه حيت كاينه التشيشه البيضه وكاينه التشيشه الكحله. هنا البيضه من بعد ما غسلتها مزيان حيدت منها النشا رقدتها في الماء. دابا كنضيفها الكوكوط غادا نخليها حتى طيب على نار مهيله يا البنات، وطيب ليا وتلبى ليا وتعطيني البنه ديالها كيف ما بغيت. ومن بعد وغادي نقدمها معاكم في الطبق النهائي. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا عندي هنا واحد 2 قرعات، عندي 2 خيزوات، عندي صدر ديال الدجاج وعندي بصيله. هادشي كامل غادي نحاول نحكو وغادي نحطو في المقيله. وهنايا البنات من بعد ما طحنت صدر ديال الدجاج وحكيت الخضره، عندي القرعه الخضراء، عندي الخيزو، عندي هنايا بصيله. غنبدا نضيف البهارات ديالي. اول حاجه غنضيف الصوجه، معلقه صغيره ديال لا موطارد. هنايا البنات ضفت لا موطارد والصوص ديال الصوجه لانه كيتواتى بزاف مع الدجاج كيعطي واحد البنه خطيره. غادا نضيف الملحه وراس المعلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، تحميره، معلقه ديال الربيع، وغادا نضيف الزيت فين يتشوح ليا هاد الخضيره هادي مع صدر ديال الدجاج. هنايا البنات غنبقى نقلب هادشي كامل. ما شاء الله الريحه ما نقولش لكم اللي عاطيه ديال الدجاج مع هذاك الصوص ديال الصوجه مع لا موطارد واعره بزاف البنات. غنبقى هكا ندي فيهم ونجيب فيهم حتى يدبالوا ليا ديك الخضيره وندخل البهارات اللي درتهم في الدجاج والخضره ويتجانسوا لينا مع بعضياتهم. هنا البنات غنبقى مستمره في التحريك حتى نزول له هاد الماء هذا اللي كطلق ليا هاد الخضره. كيف ما كتشوفوا هكا الا عصرناه هكايا كتبدا تطلق لينا هاد المياه هادي. غنبقاو نشحروا فيه مزيان البنات حتى هاد الماء ما يبقاش لينا في هاد الخضيره وفي هاد الحشوه هادي. غناخذ واحد الصفايه من بعد ما طابت ليا الحشوه ديالي غادي نحطها في هاد الصفايه هادي باش نتاكد بان ما بقاش فيها حتى شي قطره ديال الماء باش تجينا ناشفه يا البنات. وغادي نخليها حتى تبرد تماما.
البنات من بعد ما الحشوه ديالي كامله تحيد منها هاد الماء، شوفوا البنات الماء اللي كنزل منها مع اني خليتها حتى تشحرات مزيان، كنحطوها جانبا هنايا وكنحيدوا هاد الماء الزايد. عندي المسمن اللي انايا كورته بهاد الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا انا دايره هنايا واحد جهد جوج كبار جوج متوسطين وهادو ثلاثه عاديين غنديرهم مسمنات عاديين. المهم انا غنخدم بهاد الربعه هادو. غادي نوريكم واحد الخلطه اللي كتخلي لينا العجين ديال المسمن مورقه وكانك دايره الورقه يا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا هنا هانتوما عندي الدقيق، غادا نضيف ليه خميره ديال الحلوى ساشيه، وغادا البنات نضيف ليه الزيت هو اللي غنحل به هاد العجين هادي ديالي واللي كيجينا مورق غزال ما شاء الله. هنا غادا نضيف الزيت يعني الكميه اللي انايا باغا مزيانه البنات، غنضيف نيت واحد الكميه وغادا نكتفي بهذا القدر. هنا في هذا الوقت هذا غادا نجيب واحد المعلقه واللي غنبدا نخدم فيها هاد الدقيق هذا البنات كونوا كيك. غنبقى نخدم بهذا الدقيق هذا هكا وغيجينا بحال العجين ديال الكيكه البنات. هذه هي اللي كنحل بها العجين ديالي واللي كتجي رائعه يا البنات في التوراق. المسمن ديالي كيجي مورق ما شاء الله. ها نتوما البنات كنبقى نخدم بها وكونها عجين ديال الكيك. ها نتوما تقدروا ديروا حتى هاد الدقيق ولا الزيت في سميتو ملي كتبغيو تدهنوا المول ديالكم ديروا شي كيك بلا ما تبقاو ديروا الزيت وتديروا فوق منه الدقيق، كديروا غير هكايا وتوزعوه على المول ديالكم. صافي البنات هذا هو القوام ديالي اللي انا غادا نفتح به المسمنات ديالي. انا غنبدا نطرح المسمنات ديالي كيف ما كتشوفوا كندير شويه ديال الزيت. غناخذ اللي انا مكوراها كبيره وغنبدا نفتح بها بهذا الشكل هذا البنات، وكل ما انا كنفتح كنضيف غير الزيت عادي. هنا من بعد ما كملت العجين ديالي كامله البنات وحليتها كناخذ هذا الخليط هذا اللي انا درت هو اللي كنبدا نورق في العجين ديالي به، يعني كنديرو هو الاول وكنوزعو على العجين ديالي كامله من بعد ما حليتها. عاد باش كناخذ الحشوه ديالي غادا نضيف الكميه اللي انايا باغاها. شوفوا البنات ساهله وكتجي ما شاء الله غزاله. هنا كنضيف الحشوه ديالي وصافي غادا نسمنها عاديه مسمنه. هانتوما كنبقى مستمره حتى نكمل هاد جوج مسمنات اللي عندي وغادا نضوبل ليهم الورقه ديال المسمن. شوفوا البنات ما شاء الله حتى العجين كيفاش كيجي فيه هاد الفقاعات هادي. صافي دابا غنهزها ونحطها. غادي ناخذ الصغيره ديالها غنحلها حتى هي كذلك نفس الشيء. هنا من بعد ما ضوبلت الورقه ديالي كناخذ هاد لاصوص اللي انايا درت وكندوزو على المسمنه كامله. كنجيب المسمنه اللي انايا صايبت وكنضوبل ليها الورقه. بسم الله. صافي دابا مباشره البنات غادي نحطها في الطاوه اللي انايا غندخلها بها الفران وغادا طيب فيها. وكنخليها ترتاح ليا في الطاوه ديالها. كنبقى مستمره حتى نكمل هاد المسمنات اللي عندي.
البنات من بعد ما طرحتها مزيان يعني غندخلها الفران، كناخذوا واحد الصفار بيضه اللي غادا ندير فيه واحد القطيره يا البنات ديال الحليب غير باش تحيد ليا ديك الزفوريه صافي. وغندهن وجههم بجوج. ها نتوما البنات غيدخلوا الفران غيطيبوا عادي، غيكون مسخن الفران صافي. وغادي نطيبهم وخليكم باش نشاركهم معاكم هاد المسيمنات كيفاش كيجيو غايه في الروعه. وندوزو باش نحضروا العصير ديالنا. البنات عندي واحد 3 الخيزوات اللي انايا ناجراهم مزيان، غادي ناخذهم خضرين، غادي نحاول نقطعهم على شكل دائري ونحاول نقطعهم رقاقين. من بعد ما قطعت الخيزو ديالي كنجيبو المولينكس اللي انا غنطحن فيه هادشي كامل وكندوز فيه هاد الخيزوات هادو. هنا غنضيف الماء فين غيطحن لينا هاد الخيزو. البنات كنجيبوا الصفايه وغادا نصفيو العصير ديالنا كامل باش غادي يبقى لينا غير الماء ديالو. كنبقاو نصفيو بحال هكا حتى ما يبقاش لينا هذاك التخا ديال الخيزو. من بعد ما تحصلنا على العصير اللي هو طبيعي منعش ديال الخيزو، في نفس الخلاط كنجيبو 2 بنانات اللي غادي نحطهم في الخلاط ديالي. غادا نضيف عليهم هاد العصير هذا. ودائما الحلاوه كتبقى عندنا حلاوه طبيعيه اللي غادا نضيف واحد 5 ديال التمرات. وهنا البنات غادا نضيف الحليب اللي غادي يجي به العصير غزال وغادي نخلط الكل البنات. كنصفيو العصير ديالنا غير باش كنحيدو منه داك الجلوف ديال التمر. هي البنات كنقدموا العصير ديالي اللي كيجي منعش وبارد. هنا كنضيف ليه بطبيعه الحال طريفات ديال الكلاصون وغادا نضيف العصير ديالي اللي كيجي يا سلام يا البنات رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، طبيعي منعش غايه في الروعه بيو. المسيمنات ديالي البنات اللي كيجيو غزالين مورقين هشاش وغايه في الروعه اللي تقدري توجديهم في الفطور ديالك ما شاء الله. ها نتوما البنات الحشوه ديالهم كتجي جد رائعه وبنينه ودغيا كتوجد. نتمناو انكم تجربوهم فريمون شي حاجه اللي هي غزاله. والفطور ديالي اللي كان المتواضع اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال كويس ديال العصير اللي شاركته معكم بيو. وهاد المسيمنات المعمرين بالخضره وعلى الاكيد الحسوه اللي كتجي رائعه يا البنات. وما نساوش التمر وشويه ديال الشباكيه. وهنا يا البنات كيسالي الفلوق ديالي وهاد 3 تشهيوات اللي انايا شاركت معكم بكل حب ونتمنى انكم تجربوهم وعلى الاكيد غينالوا الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم خليت لكم الخير حتى نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده روتين جديد. الى اللقاء بنات.